السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الحلى البارد بطريقة سهلة جدا، مكونات بسيطة موجودة في اي بيت. هي طبقات من البسكوت وكريم الكراميل، وطبقة من الكاكاو او طبقة من الكراميل. اول حاجة هنحتاجها مع بعض كمية من البسكوت، بسكوت سادة او بسكوت محشي اللي موجود عندك هيمشي معانا عادي. طبعا كمية البسكوت حسب الطبقة او حجم الطبقة اللي انتي عايزة تعمليها. انا جايبة هنا حوالي 8 باكيتات من البسكوت. هنحاول نطحنه الاول في الكبة طحن يعني ناعم خالص زي ما انتي شايفاه كده بالظبط. هننزل عليه كمية بسيطة جدا من الزبدة المذابة، عشان خاطر يعني ايه ان احنا يعني عايزين يبقى ايه نكتله شوية يمسك في بعضه. طبعا انا حطيت هنا زبدة كانت كتير شوية، فرجعت حطيت تاني بسكوت. المهم ان انا بالنسبة لي ان انا عايزة ان انا امسك البسكوتة بين ايديا كده الاقيها بتكتل، اجي احطها تاني ادوس عليها ترجع تاني تتفك تاني. تمام. طبعا كمية الزبدة حسب نوع البسكوت بتاعك، انا مقدرش احدده، في بسكوت بياخد زبدة كتير وفي بسكوت بياخد زبدة مش كتير. المهم نخلص كمية البسكوت وهنجيب صينية مقاس 28 زي ما انتوا شايفين، هندهنها بالزبدة وهننزل بطبقة البسكوت بتاعتنا ونضغطها كويس جدا عشان خاطر ما تتفتفتش معانا بعد كده. تمام. هنجيب بقى لتر من اللبن هنحطه على النار وهو لسه بارد كده قبل ما يسخن معانا، هننزل عليه ب2 باكت كريم كراميل و2 معلقة كبيرة من النشا، وهندوبهم الاول على البارد لحد ما يدوب خالص معانا ويبدأ بقى يغلي معانا. انا مش محتاجة ان انا محتاجة ان انا ياخد غلوتين على النار، يعني دقيقتين كده على النار يغلي عشان خاطر الكريم كراميل يتقل معانا ويمسك بعضه. هنبدأ بقى ننزله كده بمعلقة او يعني على حاجة، ما ننزلوش مباشر على البسكوت عشان البسكوت ما يفتفتش معانا. هننزل على بمعلقة كده لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا، وبعدين ندخله التلاجة لحد ما يمسك نفسه خالص. اول ما يمسك نفسه زي ما انت شايفاه كده، هتبدأي بقى ان انت تفكيه كده من الجنب الاول، وبعد كده تفك الصينية. ونسيت اقولك ان الصينية اللي انت تستخدميها يفضل انها تتفك كده زي اللي هي بتتفك، عشان خاطر ان ما تعرفي تطلعي الطبقات على بعضها. وانا هنا بوريكي ازاي يعني تعملي الكاكاو بالطريقة اللي انا عملتها او بالرسمة اللي انا عملتها. هي مش معلقة وشوكة كده، وزي ما انت شايفة كده بالظبط. وممكن كمان تستغني عن الخطوة دي وتحطي الكراميل اللي بيجي مع الكريم الكراميل على الوش كده، بيبقى طعمها تحفة جدا برضو. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا.